ويا مرحبا وسهلا. مرحبا يا شيخ، كيف حالك؟ طيب الحمد لله بخير. شلونك؟ طال عمرك. الحمد لله على احسن حال ابشرك. الله يجعله دائم ان شاء الله ويجزاك خير ان شاء الله عنا خير الجزاء يا رب. وياك يا شيخ انا عندي بس موضوعين بسيطه، هو مو حلم يعني تفضل. نبغى نغير الجو شوي، احلام في احلام. ابد ولا يهمك. طال عمرك، من عام 2017 اتوقع 6 إلى 7 سنين توفى واحد من اخواني، فمن بعد وفاته هذا بحادث الله يرحمه انقلب حال البيت هذا الشيخ. يعني واحد من اخواني الان يمر مشاكل نفسيه، انا انفصلت عن زوجتي، الوالده صار وضعها هي مريضه سكر الله يشفيها، صاير دائما تعبانين يشكون، يعني في حال ما ادري صدمه، ما ادري ايش اسميها. فحاولنا نرقي هذا الولد لان الان وصل عمره 30 يا شيخ، لا يبغى وظيفه، لا يبغى يخرج من البيت، لا يبغى يروح أي مكان، يطلع من البيت يقول قلبي يدق دقات يعني زي ما تقول دقات سريعة، يخاف نرجع البيت يستفرغ الله يكرمك. رقيناه عند أكثر من راقي ما يتأثر، يقول أحس بضيقة أحس، بس إنه ما يتأثر العارض القوي اللي تعرفه يا شيخ يعني. فالآن هو متواجد في البيت، ما يخرج ما يروح، عمره وصل يمكن 30 سنة الآن، رافض تمام الرفض انه يطلع او يروح ويتوظف او يتزوج او. وانا برضو نفس الكلام يا شيخ، يعني انا انفصلت لي 5 سنوات، وسبحان الله كل ما ابجي اقدم على زواج يكون فيه سبحان الله شيء رفض، ما ادري من ايش السبب، ما ادري كذا فجأة. بعد وفاة واحد من اخوانك. اي نعم، اخوي هذا كان تعبان يا شيخ، يعني برضو كان يرقي وتوفى سبحان الله بحادث. يعني هو كان عند شيخ ووعد الشيخ انه راح يعلم من اللي حاط له سحر وزي كذا، بعدها بيوم سبحان الله صار الحادث. حسبي الله ونعم الوكيل. من نفس لان انا من الناس اللي غسلت اخويا يا شيخ وشفته، يعني كانه يعني الحادث ما كان قوي، يعني كانه يعني شخص متدخل هو اللي قاتله. يعني حتى مكان الحادث اللي هو فيه ما له اي اساس هناك يروح فيه سبحان الله، بس قدر الله ما شاء. صحيح صحيح. الله يغفر له ويحسن اليه. بالنسبه لكم انتم اللي يحدث احيانا حادث مروري او يكون مثلا وفاه شخص او العائله بصفه عامه يكونوا بخير وما عندهم شيء ابدا، ثم يدخل فيهم اذى هذا السحر مثلا، او الاسره يتعب منهم واحد ثم ينتقل للثاني، ثم تمرض الاسره، ثم هذا يتعب وهذا يرقي وهذا يتعب وهذا كذا، توفى واحد زادت المشكله في الاسره. وبهذا الحال اللي ذكرته، ترى هذا الموضوع تدخلت فيه عده اطراف، اضطراب نفسي، قلق، خوف، كذلك وسواس، كذلك ربما يكون فيه عمل معمول للعائله بصفه عامه وتاذى واحد منهم وبدا ينتقل من شخص لاخر. وجب علينا حنا انه خلنا نقول شفت اللي يصفر العداد، نصفر العداد ونوقف عن الخوف ونوقف عن كل شيء ونلجا الى الله مباشره ونرقي بطريقه مرحبا حامد، نرقي برقيه سليمه وصحيحه ومرتبه يوميا وبشكل بدون انقطاع. يعني تبدا بنفسك مثلا انت وتوصي الاخرين اللي يستطيع يرقي نفسه انه يا شباب يلا من بكره احنا نبغى نبدا نرقي، اللي هي الرقيه اللي تكلمت عنها اللي على السجاده بصوره الفاتحه ولا الزلزله وما شابه ذلك. انا نزلتها مقطع وبالتمر وبزيت زيتون. في واحده امس ارسلت علي رساله تقول والله عندي ديدان بالباطنه لها سنوات طويله ما خلت شيء من التداوي، تقول رقيت على زيت زيتون وعلى تمر، على الزيت قرات على الزيت ويوميا اتصبح فيه بالتمر والزيت، تقول والله ان الدود هذا كله طلع ميت اخرجها الله سبحانه وتعالى، لانه ربما تكون احيانا الديدان هذه بفعل من الشياطين فما يخرجها الا الله سبحانه وتعالى. ثم الرقيه الشرعيه، عليكم بالزيت الزيتون، بالتمر عليه يوميا على الريق، عليكم بالحجامه، عليكم كثره استغفار، اذا تستطيعون تغيرون البيت غيروه، افتحوا النوافذ يوميا وشغلوا سوره البقره في المنزل، اقرأوا سوره العمران، سوره الصافات، اكثروا من ما يخالف لو نبخر مره واحده او مرتين من قسط الهندي. هذه اشياء مهمه جدا حتى تنكشف الغمه عنا. اضف الى ذلك انه نحتاج الى الى الاغتسال يا ناصر، الاغتسال بالماء، انه تدخل تحت الدش انت وتبدا تغسل جسدك وكانك تخرج من هذا الجسد اذى مع الدعاء. الله يجزاك خير الجزاء يا شيخ، انا طبقت هذه اللي انت قلت لي عليها الاغتسال، والله ثم الله ثم الله يا شيخ، انا ما اقولها مجامله. فجأة يعني دورة المياه ما كان في احد في المنزل، قلت خلني بقى ارقي نفسي زي ما قال الشيخ فهد. يا شيخ في نص الاغتسال وانا قاعد اذكر الله في سري زي ما وصيتنا واذكر الايات اللي انت قلتها، فجأة
أنا سمعت زر النور، في أحد سكر علي اللمبة يعني كأنه يبغى يفزعني. أنا صراحة يعني خفت، أنا ما بقول لك يعني، أنا يا دوبك لبست طلعت بسم الله الرحمن الرحيم، قعدت أدور من اللي في البيت، من اللي طفى النور. والله يا شيخ إني انصدمت فعلا، لأني حسيت إنه في شيء يعني أنا ماشي صح، دام الشيء هذا حصل أنا ماشي صح. صح إيه صح. أنا هذا شفت. تخويف، هذا تخويف. شد حيلك ولا تلتفت بالامور هذه. انا واحد كلمني نفس كلامك، يقول انا ما كنت اتوقع اني بشوف هذا الشيء. يقول والله اني حطيت الدش على راسي، واول ما بديت اغتسل سمعت حرمه نادت علي. لا البيت ما إله. فيه. يقول والله في حرمه تنادي علي. بس يقول انا لان سبق انه كلمني قال لي ايش رايك؟ قلت اي شيء تسمعه، اي شيء تشوفه، اي خيال تحس فيه، اي استفراغ، اي خروج دم من الانف، اي امر يحدث لك لا تقلق ابدا، انما استمر ولا تلتفت عليه ولا تعطي الشيطان فرصه لتخويفك. نعم شدوا حيلكم لا تقلق. أيه هو كنت أتروش برضه بالصدر، يعني هذا يمكن الشيء اللي برضه ضايقهم. يعني احسنت أنا شفت الشيء هذا حصل، قلت لا أنا راح أستمر دام حصل الشيء ذا، بإذن احسنت الله إني ماشي صحيح. والله يجزاك يا شيخ فهد خير الجزاء. صراحة وياك. أنا ما أقول لك يعني إحنا كنا في غفلة صراحة، ونروح نتعب أنفسنا ونروح ندور. لا الآن أنت عطيتنا شيء في منزلنا في بيتنا، نرقي أنفسنا الحمد لله، ونعرف أشياء ما كنا نعرفها، كنا جاهلين فيها، والاعتراف لازم نقوله. يعني في أشياء كانت تخفى علينا، وأنت الله ينور بصيرتك علمتنا أشياء، الله يجزاك فيها خير الجزاء إن شاء الله، ويجعلها إن شاء الله في ميزان حسناتك يا شيخ فهد. امين. تستاهل كل شيء أبد التوب 1، وتستاهل والله في جميع تواصل اجتماعي تكون التوب 1 فيها يا شيخ، لأن الله يرضى. الفائدة عظيمة 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 جدا. الله يرضى. فجزاك الله خير الجزاء، وكتب الله أجرك، واترك الفرصة للناس الثانيين. الله يجزاك. استودعتك الله يا ناصر. شد حيلك زي ما قلت لك يا ناصر، اسمعني، شد حيلك هون اخوك. وزي ما قلت لكم حنا دائما نقطة مهمة جدا في الرقية الشرعية وفي غيرها طبعا، انه هذا الخوف اللي يسقط بقلوبنا اثناء الرقية او شكرا اخوي واحد بيض الله وجهك، دائما على التوب من عرفتك. تستاهلون الطيب. اللهم صل وسلم على رسول الله. دائما الخوف هو المصدر الوحيد للشيطان، هو المصدر، هو السلاح الوحيد للشيطان. وحنا عندنا كل الاسلحه، عندنا سلاح الدعاء، عندنا سلاح القوه، عندنا سلاح الاستغفار، عندنا سلاح كلمه التوحيد، الادهان بالزيت. طبعا انتم تعرفون تمام المعرفه انه الشيطان فقط للتخويف، انما ذلك الشيطان يخوف اولياءه. عندما يخوفك يقدر يستطيع يوصل لك، لكن اذا انت ما تخاف مستحيل باي حال من الاحوال. حتى في السحر على فكره، تدرون ان الساحر لما يحاول يسحر شخص انه اول ما يرسل عليه شياطين لتخويفه، للتخويف، اذا خاف يستطيع يرسل عليه، فاذا ما خاف ما يستطيع، يقول انا ما استطيع ارسل على هذا الشخص ابدا، لان هذا الشخص ما يخاف. والمصدر الوحيد اني انا اخوفه او احزنه، يا يحزن حزن قوي جدا، يا انه انا اخوفه. ابتعدوا عن الحزن، ابتعدوا عن الخوف، ابتعدوا عن الاشياء هذه كلها. شدوا حيلكم، ثقوا في الله سبحانه وتعالى انكم بتكونوا بخير. والله كلمه التوحيد، تدري يا ناصر اني انا اعرف واحد عز المعرفه كان عليه سحر قوي جدا وتبهدل سنين حياته كلها. قال لي يا اخي انا ما خليت رقيه. قلت سوي كذا، قال سويت. كل ما قلت له شيء قال سويته. قلت تقدر تقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ قال ايه. قلت عالج نفسك بسم الله الرحمن الرحيم، لا تتجاوزها. ايش رايك؟ والله انه شفي باذن الله سبحانه وتعالى ببسم الله الرحمن الرحيم. يقول يوميا وكاني اسوي تدليك لجسمي كامل، ابدا من الراس انزل على الوجه على الصدر حتى رؤوس الاقدام، اروح هنا اروح للخصر، ما اخلي مكان في جسمي. يعني كانك تخرج شيء من جسمك يا شيخ. يا سلام عليك، كانك تحاول تطلع شيء من جسدك وتقول بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، خاصه تحت الاغتسال. يقول والله اني ما كملت يمكن 3-4 ايام الا استفرغت وكانها كبده مقطعه سوداء، وبعدها ما شاف الا العافيه. ترى احنا الحمد لله في يسر، لا يضيقون عليكم الرقاه. يقول لك والله ما تصير بخير لين تقرا سوره البقره 50 مره في يومك. هذا يا جماعه الخير هذا تضييق على العباد، تضييق على العباد. بعضهم يقرا البقره مرتين 3 مرات، وبعضهم يقراها مره واحده ويدوخ، وبعدين يقول لا ما عاد استطيع اقرا. لكن والله يا شيخ مقطع كلامك في بعض الرقاه يقول جيب الفلوس كاش يوصي. يعني انا صراحه يعني لا تحاسبني شبكه جيبها كاش، يعني ما توصل للدرجه هذه. في شيوخ والله العظيم انه تكون ولد عندك فكره طيبه، لكن يوم يقول لك الكلام ذي زي كذا جيب لي فلوس كاش لا تجيب لي شبكه. طيب يا اخوي انا جاي هاجر بنده ولا جاي تعالج؟
ذكرتني بمحطات البنزين اول ما يقول لك شبكه ولا كاش. الله المستعان يا شيخ. والله ترقي نفسك يا ناصر، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تعطي احد ولا ريال واحد الله وتقدر. انا ليش زعلانين علي؟ والله زعلانين علي اغلب انا تعشيت في مطعم وقابلني راقي، وراقي والله يبدو انه متمكن يعني فيما رأت العين. يقول يا اخي انت ما تبغى فلوس ليش تقول للناس لا تدفعون؟ قلت خذ، انا ما قلت لك لا تاخذ، بس خذ مبلغ بسيط يعني، خذ 5000 بالعافيه يعني، خذ 10000 بس اقرا عليهم 5 ايام 6 ايام، مو بجلسه ب 5000. لا اله الا الله. خذ ما يخالف، خذ 10000 الله يبارك لك، اقرا عليهم 5 ايام 6 ايام 7 ايام ما يخالف، لكن تاخذ بعضهم ياخذ 20000 في جلسه، وش ذا المصيبه؟ الله يعطيك العمليه الحين نسويها اقل من كذا بعد. ايوه، فاحنا نقول لا معلش بعض الرقاة خله ياخذ ما يخالف، يمكن مثلا عنده متجر او عنده محل بيفتحه وعليه ايجار، صحيح مثلا عنده استراحه ويدفع ايجار، ورزقه على قولتك يا شيخ. صح. وجائزه انك نعم. تاخذ، بس لا تغلظ. بعضهم حتى يسالك تقول والله بالحلال انا ما اقدر، انا ظروفي الماديه ما تسمح لي غير اعطيك 500 ريال. قال لا، اذا ما تدفع 10000 لا اشوفك، حتى ممكن يقطع الخط بينك انت وياه. قال لي يا اخي انت ضيقت علينا، قلت لا ما ضيقت عليكم، انا قاعد اقول للناس ارقوا انفسكم وجيبوا الاغراض انتم. يعني زيت الزيتون بكم يبيعه واحد؟ انا شفت واحد والله يا جماعه الخير يبيع زيت زيتون، مو بزيت زيتون، علبه صغيره كذا، يقول ب 2000 ريال. قلت يا اخي ليش 2000 ريال؟ ليش تاخذ على الناس 2000 ريال في علبه صغيره هذا كبرها؟ حرام عليك. علبه زيت الزيتون افضل نوعيه اذا غلي جدا 35 40 لا 50 55 ريال. طيب اخذها انا ب 55 اللي هو زيت الجوف افضل شيء مثلا يعني، افتح الغطاء واقرا عليه سوره الفاتحه 7 مرات، ايه الكرسي كذلك، وبعدين اوزع في علب واعطي عيالي كل واحد علبه في البيت، وكذا اصبح زيت مرقي عليه ب 50 ريال. ليش اشتريه ب 2000؟ عشان كذا هم زعلانين علي، بس والله اني لا انوركم، والله اني انا وياكم طول الزمان. الله يجعلك على القوه يا شيخ. اخر سؤال يا شيخ، بس رمزه ابي اعرف ايش معناته. بيومين كذا تحلمت انه شخص قاعد ينظف اذني. ما شاء الله تبارك الرحمن، هذا ربما انه انت سمعت بكلام سيء او تسمع بكلام سيء او وقع بقلبك شيء لا سمح الله يكون غير جيد، وسيزول باذن الله سبحانه وتعالى. تسمع من شخص من اهل الصلاح كلمه طيبه تغير مجرى حياتك. الله يسمع منك ويجزاك خير يا شيخ. شكرا على هذا الوقت الفضيل. استودعتك الله يا ناصر، مرحبا ومسهلا حبيبي، حياك الله.